تخيل معايا العالم يفيق الصباح ويلقى اكثر من 3 تريليون دولار تبخرات بحال عمرها كانت. وفاش كنهضروا على 3 تريليون دولار راه كنهضروا على 3% من الناتج العالمي. وهذا السيناريو اللي كنقول لك دابا راه ماشي ديال شي فيلم ديال هوليوود، هذا هو التهديد الحقيقي اللي كيهدد العالم. نهار الصين قررت تدخل عسكريا وتغزو تايوان وتصدمها عليها بشكل نهائي. هذه الجزيره الصغيره اللي شاهدت الساروس ديال التكنولوجيا في العالم كامل، الامريكان هي اكثر دوله فاهمه هذا الشيء مزيان. داكشي علاش بدات كتقلب على بديل في بلاصه اللي بعيده وامنه باش تحمي صناعات الرقائق العالميه من الانهيار. المغرب شافت فيه امريكا البديل المثالي لبزاف ديال الاسباب: مناخ استثماري مزيان، استقرار سياسي، موقع جغرافي مخير بعيد بزاف على النفوذ ديال الصين، واهم حاجه هو الامتلاك ديالو لمواد معدنيه مهمه وكتحتاجها بشكل كبير هذه الصناعه. والدليل كاين في الواقع، كاينين مصانع في بوسكوره كيصنعوا مكونات الكترونيه دقيقه ومتطوره للسيارات الذكيه ضمن سلاسل توريد مرتبطه بشركات عالميه بحال تسلا. المغرب فعليا بدا كياخذ الخطوه الاولى باش يتحول لتايوان افريقيا، ولكن السؤال اللي خاصنا نجاوبوا عليه واش فعلا عندنا القدره باش نحققوا هذا الحلم الضامن. فبلا ما نطول عليك بزاف في المقدمات، هاد الصناعه غادي تكون واحده من اكثر الصناعات اللي غادي توفر بزاف ديال مناصب الشغل في المستقبل. وهذا الصديق اللي تحيه ليه كنت وعدته انني غادي نتفصل في هذه النقطه في الفيديوهات الجايين. فان شاء الله في هذا الفيديو كاينه فقره متكامله اللي غادي نشرح فيها الوظائف اللي غادي توفرهم هاد الصناعه وفين كيتقراو، يعني المدارس والشعاب ديالهم. جيب التكه ديالك نعم سيدي كما العاده ونقولوا بسم الله. باش نفهموا كيفاش المغرب باغي يولي الخطباء خاصنا نرجعوا 50 عام للور. تايوان في السبعينات ما كانتش وادي ديال السيليكون، وانما كانت حرفيا جزيره ديال البنان، دوله ناميه معزوله دبلوماسيا. الصناعات ديالها كانت عباره على منتوجات فلاحيه وصناعات بسيطه بحال الالعاب البلاستيكيه. تايوان في هذاك الوقت كان عندها واحد الهاجس وجودي. الا بقينا غير في المنتوجات الفلاحيه والصناعات البسيطه 100% الصين غادي تسرطنا. كان خاصهم تامين على الحياه والوجود ديالو، داكشي علاش غادي يلعبوا اخر ورقه عندهم. غادي تهز جزء مهم من موارد الدوله وغادي تستثمروا في واحد المشروع اللي عامر بالريسك باش تصنع شي حاجه اللي العالم براسو ما كانش فاهمها في هذاك الوقت. وشكون هو الدماغ اللي كان من مورا هذه الفكره الانتحاريه؟ موريس تشانغ. هاد السيد ماشي غير مهندس ولا رجل اعمال، هاد السيد هو اللي اخترع القواعد اللي كتخدم بها صناعه الرقائق الالكترونيه في الوقت الحالي. قبل من هاد السيد شركات بحال انتل كانت كتسير مراحل التصنيع كامله، كانت كتصمم الرقاقه وكتصنعها. موريس تشانغ غادي يجيب الفكره ديال فاوندري موديل، فكره بسيطه ولكن عبقريه في نفس الوقت. يعني تيقول لهاد الشركات العملاقه نتوما غير خليكم في التصميم وحنا غادي نحيدوا عليكم تماره ديال التصنيع، بحال شي كاتب تيالف الكتاب والمطبعه كتخرجوا للوجود. وفي سنه 1987 غادي ياسس شركه تي اس ام سي. بزاف ديال الناس شكوا في الفكره في البدايه، قالوا ليه علاش شركه بحال انتل غادي تريسكي وغادي تعطي الاسرار ديالها لمصنع خارجي. ولكن اليوم النتيجه كتخلع. اليوم انفيديا، ابل وحتى الشركات المرتبطه بالدفاع الامريكي كيعتمدوا بشكل كبير على شركه تي اس ام سي. الشركه ولات كتحكم في اكثر من 50% من سوق تصنيع الرقائق في العالم واكثر من 90% من الرقائق المتطوره. هذا النجاح الاقتصادي اللي من بعد غادي تحول لجرع استراتيجي واللي المحللين كيسميوه بالسيليكون شيلد او جرع السيليكون. الرقاقه ولا المايكروتشيب ولات هي النووي اللي كيحمي تايوان. ودابا نرجعوا لكازا. المغرب كيشوف راسو في المرايه ديال تايوان في السبعينات. عندنا الفوسفات والفلاحه بحال المنتجات الفلاحيه ديالو، ولكن باقي كنقلبوا على الدرع التكنولوجي. والسؤال اللي كيحدد المسار ديال هادشي، واش المغرب عنده موريس تشانغ ديالو؟ واش المغرب عنده خطه باش ننتقلوا من تركيب الكابلات او الكابلاج لتصنيع العقول؟ الجواب غادي يصدمك، لانه هذا التحرك فعليا بدا وغادي بوتيره اسرع من هذاك الشيء اللي كتخيل. دابا علاش امريكا والعالم مرعوبين لهذه الدرجه؟ حيت في 2020 غادي يطرا واحد الحدث اللي غادي يقلب الحسابات. نانسي بيلوسي رئيسه مجلس النواب في هذاك الوقت في الامريكان زارت تايوان. هذه الزياره اللي كانت رساله سياسيه واضحه، واللي هي ان الامريكان ما غاديش تخلي تايوان بوحدها قدام الصين، ولكن العالم ما توقعش التصعيد اللي غادي تجر الصين، بحيث انها غادي تجر مناورات عسكريه وغادي تحاصر الجزيره تقريبا لمده 4 ايام. في هذاك الوقت بالضبط الامريكان والاتحاد الاوروبي غادي يفهموا الرساله: حياتكم الاقتصاديه ولات راهنه في شرق اسيا. سيناريو الغزو الصيني لتايوان ما بقاش هي فرضيه، وانما ولا خطر حقيقي. وكاين المحللين اللي مشاو اكثر من هذا الشيء ولاو تيقول لك بلي ولا مساله وقت. ولا فعلا طرا هذا الشيء الخسائر ديال الغرب غادي تكون فلكيه. تقدر راسك كتقول ماشي غير الغرب بل العالم كامل يقدر يخسر غير في العام الاول اكثر من 2 تريليون دولار. مصانع بحال فورد وجي ام في الامريكان تقدر تشلل وتوقف بشكل كامل. شركات التكنولوجيا ديال كوريا ممكن انها تاثر بشكل كبير، وسلاسل التوريد في العالم كامل غادي تعطل بواحد الشكل اللي غير مسبوق. وهنا الغرب لقى راسو حاط البيض ديالو كامل في سله وحده، وهاد السله تقدر تاخذها الصين في اي لحظه.
هنا بدات حاله الاستنفار القصوى، والامريكان غادي تخرج بواحد المفهوم سميتو الفرنش شورين. اشنو كيعني؟ ببساطه ما باقيش غادي نصنعوا غير عند اللي رخيص، وانما ايضا عند الصديق والحليف ديالنا. هنا الامريكان غادي تبدا تقلب في الخريطه على تراستد الايز اولا الحلفاء الموثوقين، دول قريبه نسبيا للاسواق الغربيه وفي نفس الوقت بعيد على الصواريخ ديال الصين، دول ما عندها مشكل مع التحت، واهم حاجه هو عندها استقرار سياسي. وهنا النيش اولا الليزر الامريكي غادي تصح على المغرب. علاش المغرب بالضبط وسط مئات الدول؟ فبطبيعه الحال ماشي للسواد ديال عينينا، الجواب تقني ومادي محض. الامريكان لقات في المغرب 3 ديال المفاتيح نادره وما كاينه في حتى شي بلاصه اخرى باش تصنع رقاقه الكترونيه. اشنو هي الماده الاساسيه اللي غتحتاج؟ هي السيليكون. وهذا السيليكون مناش كيتقاد من الرمله، ولكن ماشي اي نوع ديال الرمله، كيخصك واحد النوع اللي نقي بزاف واللي كيتسمى الهاي بيوريتي كوارتز. وهنا الطبيعه عاوتاني غادي تجر مزيان مع المغرب عنده احتياطيات من الكوارتز ومعادن استراتيجيه مرتبطه بالصناعه التكنولوجيه. ولكن المفاجاه ماشي غير هنا، المفاجاه كاينه في العملاق اللي حنايا كمغاربه كيتصحابنا بلي كيليق غير الفلاحه، واللي هو لو سي بي اولا المكتب الشريف في الفوسفات. هاد المؤسسه اللي غادي تفهم من شحال هذا بلي المستقبل ما كاينش غير في السماد. الفوسفات المغربي عامر بزاف ديال الثروات، عناصر كيميائيه استراتيجيه بحال مركبات الفليور واليورانيوم. الفليور ماده حيويه بلا قياس في عمليه الايتشين اولا حفر الرقائق الالكترونيه. بدون هاد المواد تصنيع الرقائق الالكترونيه المتطوره كتولي عمليه شبه مستحيله. الامريكان من جهتها عقد بهذا الخزان اللي عند المغرب. داكشي علاش الوكاله الامريكيه للتجاره والتنميه اولا اليو اس تي جي اي مولات دراسات المناطق الصناعيه الجديده في المغرب. من بين اهم هذه الوحدات الصناعيه هو مصنع اللي من المنتظر انه يتبنى في الاقاليم الجنوبيه. غادي تبدا تصنع فيه ماده البوليسيليكون، وبلا ما ندخلوا التفاصيل التقنيه شنو هي هذه الماده واش كتليق، وانما هي ماده مهمه بزاف ولا غنى عنها في تصنيع الرقائق الالكترونيه. القيمه ديال هذا المشروع تقدر توصل لاكثر من 800 مليون دولار، ودابا حاليا كاين في المرحله ديال الدراسه. وهنا الهدف ديال امريكا كان واضح، بغينا جزء من المواد الاوليه يتعالج في المغرب قبل ما يوصل للاسواق الغربيه. الامريكان باغي تفك الارتباط ديالها مع الصين في المواد الاوليه، والمغرب كيبان لها كبديل واعد. زيد على الثوره ديال البطاريات، المشروع الضخم اللي دارته شركه غوشن هايتك الصينيه الالمانيه في قنيطره. هذا المشروع اللي ما كانش صدفه، لانه البطاريات والرقائق هما جوج على عمله واحده في المعادله ديال صناعه السيارات الكهربائيه. المغرب دابا كيجمع البازل كامل، الماده الخام، الطاقه النظيفه ومصانع البطاريات، كلشي كيتجمع باش يخلق ايكو سيستم صناعي متكامل. هذا الايكو سيستم غادي يكون هو السبب في اننا ندوزو لمستوى اخر، وغادي يكون السبب في ان المغرب يجلب استثمارات صناعيه متقدمه. شركه اس تي مايكرو الكترونيكس الاوروبيه غادي تنشئ المصنع ديالها في بوسكوره. هذا المصنع ماشي غير ورشه تركيب يعني كنمونطيو فيه، بل كيصنع مكونات الكترونيه متقدمه كتدخل في السيارات الكهربائيه والانظمه الذكيه وسلاسل التوريد الصناعيه العالميه. بمعنى اخر المغرب ما بقاش غير بلد كيصدر المواد الخام ولا جزء من الصناعه التكنولوجيه نفسها. ولكن هذا الشيء كامل اللي قلت راه ما تيعنيش ان الناس تنسخنا التجربه التايوانيه، حنا مازال غير في المرحله الاولى ديالها، حيت هاد الاستثمارات كاملين ما تيعنيوش اننا وصلنا للنقل التكنولوجي او التكنولوجي ترانسفير. كنصنعوا، ولكن اسرار الصناعه الاساسيه مازال ما عندناش. بناء على هادشي اللي قلنا فالمغرب فعليا عنده العتاد باش يقدر يوصل لهذا الهدف الطموح، ولكن العائق الكبير اللي عند الدوله حاليا هما العقول اللي غادي تقدر انها تخدم هذا العتاد. لانه ولا كنهضروا على الماكينات راه ساهل تشريهم، ولكن العقول اللي غادي يخدموا هذوك الماكينات صعيب توجدوه. لانه تايوان نجحت بعقول ومهندسين بحال موريس تشانغ. فشكون هما موريس تشانغ ديالنا حنايا؟ المغرب لمده سنوات كان معروف بلا سونتر دابيل، شباب كيهضروا اللغات وكيجاوبوا في التليفون. ولكن باش تدخل الحرب ديال الرقائق خاصك نوع اخر من البشر، خاصك مهندسين كيشموا الفيزياء الدقيقه والخوارزميات. وانا كيتصرح السؤال اللي عمرتو به لي كومونتير ديال الفيديو ديال البنيه التحتيه الرقميه في المغرب. انا كتلميذ ولا طالب اشنو خاصني نقرا بالضبط باش نلقى بلاصتي في هذا العالم الجديد؟ الا كنت يلاه شتيتي الباك ولا في المرحله ديال التوجيه، شركات بحال تسلا ولا اس تي مايكرو الكترونيكس كيقلبوا بالريق الناشف على هاد التخصصات. مايكرو الكترونيكس كيفاش تصمم الذرات الكهربائيه المجهريه، امبيدد سيستمز كيفاش تخلي الكود يتحكم في الماكينه، ماتيريال فيزيكس او علم المواد. وهذه هي السالوت واخا سيجي وفين كيتقراو هاد المواد. اللي خاصك تعرف صديقي انه المغرب دار استراتيجيه قداش باش يكون هذا الجيل في هاد التخصصات، وهادشي راه هضرنا عليه في الفيديو اللي فات. فإلا كنتي باغي البحث العلمي الام سي اس بي ولات كتوفر مختبرات في النانو تكنولوجي، وهنا كنهضروا على مختبرات بمعايير عالميه. وإلا كنتي باغي دير الهندسه التطبيقيه، مدارس بحال لينسا والاي ان بي تي ما بقاوش كيركزوا غير على النظري، ولاو كيركزوا على الالكترونيات الصناعيه وحتى الانظمه المتقدمه
مرتبطه بصناعه السيارات. وحتى الا ما كنتيش مهندس اولا المعدل ديالك ما كانش كيسمح لك انك تدخل لهاد المدارس، فراه كاينين معاهد بحال الاو اف بي بي تي اولا لو اس تي اللي طوروا شعب خاصه بالالكترونيك الدقيق. والمصانع محتاجه جيش ديال التقنيين المتخصصين اللي عندهم الحرفه في هذا التخصص. فالرساله صديقي اللي بغيت نوصلها لك هو الفرصه راه كاينه، ولكن البار طالعه بزاف. الا بغيتي يكون عندك كارير واعر في هذه التخصصات خاصك تبدل هذيك العقليه ديال انك تقرا غير باش تلقى الخدمه وصافي، وما تقراش غير باش تشد الدبلوم. الاتجاه ديال الشركات في المستقبل القريب وخصوصا لي ملتي ناسيونال اولا الشركات المتعدده الجنسيات ما غاديش يبقاو يخدموا عباد الله غير على حساب الورقه، وانما غادي يشوفوا المهارات ديالهم، واش كيعرفوا يحلوا المشاكل، واش عندهم شغف بالمجال، واش كيطوروا من راسهم في الخدمه. وباش توصل لهاد المرحله خاصك تبني واحد الشغف مع المجال اللي كتقرا فيه ولا اللي خدام فيه. هاد الشغف هو اللي غادي يتيح لك انك ديما تطور راسك وتوصل لراس السوق، وكاع الشركات غادي يبغيوك تخدم معاهم. ولا صديقي وصلتي لهاد المرحله فراك صوفيتي نطاع بصح، وتقدر تكون انت هو موريس تشانغ ديال المغرب وتسوق هاد الموجه. الخلاصه هو الفكره ديال تايوان الجديده هي فكره مثاليه وكتدغدغ المشاعر، ولكن الواقع الجيوسياسي ما فيهش المشاعر، فيه لغه واحده اللي هي المصالح. الامريكان ما اختارش المغرب حبا في سواد عينينا، وانما شافت فينا كطوق نجاه مثالي في الوقت ديال الغرق. وهذا الشيء اللي تيجي تشوف راه ماشي عيب، بالعكس هذه فرصه تاريخيه خاصنا نستغلوها. ولكن كاين واحد الفخ خاصنا نردوا ليه البال، هو اننا نرضاو بالدور ديال المناول اولا الساب كونتراكتور، اننا نبقاو غير اليد اللي كتركب وهما العقل اللي كيفكر، اننا نعطيهم الماده الخام واليد العامله الرخيصه والطاقه النظيفه، وفي الاخر ديال هادشي كامل نشريو من عندهم التكنولوجيا اولا المنتوج النهائي بالعمله الصعبه. الا طحنا في هذا الفخ غادي نبقاو ديما بلومبي، عباره على رويضه احتياطيه غادي يلوحوها نهار يصلحوا مشاكلهم مع الصين. التحدي الحقيقي ديال المغرب اليوم ماشي هو نجيبوا الشركات، لان الشركات ديجا دخلوا وباقي غادي يدخلوا. التحدي هو توطين هذه التكنولوجيا ونوليو حنا مواليها، اننا نفرضوا عليهم الا بغيتي تصنع عندنا مرحبا، ولكن خاصك تعلم المهندسين ديالنا الاسرار ديال الحرفه، واهم حاجه هو المستثمر يخلينا نطوروا الملكيه الفكريه ديالنا. كوريا الجنوبيه دارتها، الصين دارتها، وتايوان دارتها، وتيبان لي هذا هو الوقت المناسب باش نديروها حتى حنايا. فالقطار تحرك والسرعه غدا وكتزاد، والمغرب فعليا عنده كل شيء باش يولي هو التنين الافريقي اولا تايوان افريقيا. واخر حاجه بغيت نقولها، الاحداث الاخيره اللي طرات لنا كمغاربه علمتنا اننا خاصنا نبداو ندعموا بعضياتنا. فعلاش شفتي خوك المغربي كيدير شي حاجه مزيانه دعمو، وبدا بهذا المحتوى اللي كان تيبان لك شي يستاهل. ما تبخلش عندنا باللايك والسبسكرايب ديالك، واهم حاجه هو قلنا الراي ديالك في لي كومونتير على الموضوع، واقترح لنا افكار ديال فيديوهات اخرين نقدروا نديروهم مستقبلا باغينا نعالجوهم بطريقتنا. هادشي اللي كاين، نشوفوا ان شاء الله في فيديو جديد.